السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ معاكم سام سموي وصهيب سوسو المحترف في كمال اجسام الوزن الثقيل. ازيك سوسو؟ معاك ابن خالتي. عامل ايه؟ الحمد لله. حلقه النهارده ممتعه جدا، حاجه من الحاجات اللي انا شخصيا كنت بحب جدا اتفرج عليها في اليوتيوب من وانا صغير لغايه دلوقتي، وهي البيك ويك، اخر اسبوع قبل البطوله. الممتع جدا في الحلقه دي انه صهيب قاعد يحمل 6 ايام قبل البطولة وسحبنا مية في يوم واحد. فتعالوا نتفرج مع بعض عملنا ايه وجسمه كان بيتطور ازاي، وحافظكوا شوية في نقط زي قد ايه وقت جسم البني ادم محتاج عشان يفول، او عضلاتك او وزنك او الميتابوليزم بتاعك، الحرق بتاعك، جسمك بيتفاعل ازاي اخر اسبوع قبل الماتش. وبالاخص مش بالاشخ او بالاخش او بالاخص ممكن دي يعني اقرب اخر 3 ايام قبل الماتش اتمرنا ايه، كلنا ايه، شربنا ايه عشان نوصل لهذا المنظر اون ستيج. جاهز يا سوسو؟ يلا هتحكي؟ نحكي. هتقول بصراحة؟ والله العظيم اقول الحق. ماشي. صهيب هيقول الحق. كان يا مكان قررنا هنلعب ماتش في قد ايه؟ المايك معاك. قررنا واحنا في كاتب كتاب واحد صاحبنا جات سيره الماتشات. ايه ده انت هنلعب ايه السنه دي يا سوسو؟ طيب هنعمل ايه يا ابن خالتي؟ قال لي طب الجدول. دخل يلا سير قال لي الجدول اهو. طيب ناوي على ايه؟ بصينا لقينا بيقول لي في ماتش في لبنان كمان 35 يوم. الماتش ده انا شايف ان هو كويس يعني. طبعا ده قرار عشان بحب اروح لبنان وفي ناس جميله قوي في لبنان، فقلت له احنا لازم نلعب لبنان، وهو وافقني الراي. انا اتمنيت اصلا اول ما قال. طيب الماتش بقى عليه كام يوم؟ الماتش بقى عليه 35 يوم. فهو بص لي وضحك، ده بجد والله. بيقول لي هو انت يعني عارف ايه اللي هيحصل فيك لو انت جهزت في الوقت ده؟ فقلت له عملناها قبل كده طبعا، وكنت متحمس جدا ولحد دلوقتي متحمس. اوت اوف نوير، طب يلا خد كل كذا 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 كذا، من بكره عندك كارديو بتاعك يبقى كذا 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 كذا، باللي احنا لسه ايه هنفسره واحده واحده. ومن هنا بدأنا حطينا كام وجبة في اليوم؟ 5 ولا 6؟ أول ما بدأنا خالص حطينا 5، وبعدين رجعت سألتني السؤال المعتاد جعان، ورديت عليك الإجابة المعتادة. ايوه. جعان ولا شبعان؟ جعان؟ بجد؟ وامبارح جعان؟ اشتغلت المكنة يعني. جعان. طب كل كمان وجبة، وبدأنا نتابع. يبقى بدأنا زودنا فاستد كارديو، التمرين زي ما هو، تمرين قاسي جدا، صهيب بيتمرن تمرين شديد جدا. فقررنا نبدأ بفاستد كارديو ساعة، كنا بنعمل ساعة سلم كل يوم وتمرينة بالليل. الأكل بقى كارب سايكل، بدأنا ب5 وجبات، كان بيموت من الجوع فبقوا 6 وجبات. الكارب كان كام في الهاي وكام في اللو؟ 100 في الهاي، 100 في اللو، 250 في الهاي في الوجبة، يعني على الميزان 100 جرام في اللو، على الميزان 250 في الهاي. حلو. فضلنا نعمل كده لحد ما نشفنا قبل الماتش حان وقت البيك ويك. كنا ديبليتد قوي. صهيب صغر من 100 وكام اعلى وزن وصلته؟ من 118. من 118 نزلنا لحد كام؟ 111 110 ونص، يعني يا دوب بدأنا ننزل بجد. نزلنا بتاع 8 ل 10 كيلو اوفر اول. جينا بقى اخر اسبوع قبل البطوله، وده اللي انتوا عايزين تعرفوه. قررنا نعمل ايه؟ اول حاجه كنا مدبلتين قوي اخر كام يوم، يعني كان بقاله مثلا 4 ايام ما خدش ريفيد ولا عمل هاي كارب. صهيب كان وزنه في حدود ال 110 في الوقت ده. قعدنا واتفرجنا وعملنا بوزنج هنا، وقررنا انه نبدا تحميل من بكره دي كان فاضل 6 ايام على البطولة. قعدنا نتناقش شوية وقال ما تستنى يومين كمان وبعدين نبدأ. قلت له انا حاسس ان احنا يا دوب، يعني عشان مش عايز اطلع بوم مرة واحدة، عايز اطلع تدريجيا. وصهيب في اجسام كده الميتابوليزم عالي عنده، فبتديله بيجوع اكتر ويحرق اكتر، مش بيفول، فمحتاج وقت عبال ما يفول المخازن ويبدأ يفول عضلاته. فانا قلت له غالبا كده اول 3 ايام دول مش محسوبين، هنبدأ تحميل بجد اخر 3 ايام. فاول 3 ايام بدأنا نطلع تدريجيا بالكاربس. كان كام بقى؟ 800 تقريبا اول يوم، صح؟ اول يوم كان 800، تاني يوم 1000، تالت يوم 1200، وبعد كده بدأنا نأفور بقى. 1200 يعني 800 على الميزان
فكده 200 جرام في 4 وجبات من تقريبا شبه زيرو كارب او يعني حاجه بسيطه جدا. ده كان اول يوم. تاني يوم 1000 علينا 200 جرام كمان على الميزان، وكنا مقسمينهم 200 جرام في الوجبه. بعدين دخلنا في 1200، قسم بقى 1200 على 5-6 وجبات. بعدين سافرنا لبنان. واحنا مسافرين صهيب كده كده كان معاه اكله، وقررنا نبدا ايه، نأفور في الكربوهيدرات. اليوم ده كلت ايه وما اتمرنتش ليه وعملنا ايه وسافرنا ازاي واتبسطنا على الطياره وشربت ايه في المطار، وقول كل حاجه عملتها. والله العظيم عامل حق. اليوم ده ما كانش طبعا يعني دربكة سفر وشنطة وناقصني حاجات وبدور وبعمل والأكل أنا من الناس اللي دايما ممكن أسافر البرازيل الناحية التانية من الأرض، هاخد أكل التحميل بتاعي معايا عشان أنا مش هينفع أوصل من المطار أدور على حاجة. لازم معايا أكل على الأقل خالص يكفيني يوم أو يومين. دي المنتاليتي بتاعتي، مش ده الصح يعني، بس هو ده أنا بني آدم بعمل كده. فما كانش عندي وقت ان انا اتمرن اليوم ده، ولو كان عندي كنت هتمرن. ما اتمرنتش، فقررنا ان احنا هنعمل كارب اب يعني قوي شويه، في ان احنا هنطلع ل 300 جرام في كل وجبه. ومن هنا بدأت الرحله. وصلنا لبنان. اليوم ده كله كان اكل، مشينا كتير، شلنا شوية شنط، فرهضنا، فما كانش ضروري نتمرن. دي نقطة لازم نفهمها، انه حسب اليوم والظروف واحساسك، وجعان شبعان تعبان نعسان. خلي بالك دلوقتي لما بديبليت وباخد حاجات كتير عشان انشف وبعدين ابطلها، لان احنا بطلنا كل حاجة تقريبا قبل ما نسافر لبنان. فاي نوع ستيرويد وقف 6 ايام قبل البطولة. اما الحبوب البرشام البيلز كملنا لحد الماتش. حاجات شلناها وحاجات سبناها، بس مش هنقول اساميها عشان ما بنشجعش حد ياخد اي حاجة الا مع مدرب شاطر او دكتور ايا كان. بدأنا في الاكل الكتير اللي هو ايه، كاربس كتير. كاربس كتير بتعلي الانسولين، الانسولين بيعلى، بتبدأ تتعب. اوعى تفتكر ان انت لما تبدا انت مش دايما تشوف اللعيبه عامله كده قبل الماتش. ده لسببين: دي هايدريشن، ميه قليله، وكارب كتير. الاكل كتير بيخليك تعبان ومهمد وعايز تنام. ركز في الكلام. وقفنا كارديو 1 ويك اوت. اسبوع قبل البطوله سهيب مموت رجليه. سهيب قتل رجليه لانه هو اصلا طويل ومحتاج هو كبير جدا من فوق. سهيب كان اكبر واحد في البطوله، اكبر واحد في المكان كله، فسايز موجود الحمد لله يعني اوفر، بس عشان طويل محتاج يملى رجليه اكتر، وعشان الاصابه والعمليه اللي كانت في رجليه فدي اخرته شويه، فدلوقتي بيتمرن رجلين اكتر من اي عضله تانية. بلس الفاستد كارديو، سلم جاب الجلوتس والهامسترينجز قطعها، بس خلاص رجله تعبت وصغرت. اول 3 ايام مفيش كارديو اكل، رجله بدأت تنشف قوي وتحفر قوي وتعمل سترايشن، بس كانت لسه عايزة اكل اكتر. فاكتشفنا انه رجل سهيب بتاخد وقت اكتر في الكارب اب عن الابر بودي. في 3 ايام فوق سهيب بدأ يفوق بسرعة، 3 ايام تحت رجله بدأت تنشف قوي بس صغرت سنة، مع انه مفيش كارديو مفيش تمرين رجلين. فقررنا نبوش هاردر. ليه؟ عشان هو جعان ويقدر ياكل اكتر، وجسمه لسه on the flat side ولسه ما فولش، ففي امان. فرفعنا الكارب هنا تقريبا 350 جرام في الوجبة. خدنا اول تمرينة كانت بوش. لعبنا ايه بقى وعملنا ايه وليه؟ احنا كنا في البوش بالتحديد كنا مركزين دايما ان احنا نشوف يعني تكنيك او الحركات اللي بتروح للاسترتشات اكتر من ان انت بتقوم تسكويز العضله. طب ليه انا في الوقت ده ببقى عايز استرتش اكتر من ان انا سكويز، بالرغم ان انا اصلا في الوقت ده انا بجد عضلاتي وجعاني من اجهاد، يعني وقت طويل مجهد لفتره طويله مع اكل قليل، فده كان عامل لي مشكله، كانت عضلاتي بتوجعني. فانا في الوقت ده بدور ان انا استرتش عضلاتي على قد ما اقدر عشان اعرف بمعنى اصح او بالبلدي ادخل فيها اكل، ادخل الاكل في المخازن، الجلوكوز الكاربس تروح في مكانها، البروتين كل حاجه ادخل لها اكل. فده كان من خلال تمارين كلها بتسترتش العضلات. ده كان اكتر حاجه احنا بنركز عليها في تمرينة البوش. وما كنتش بحاول اوصل للفيلير، يعني ما كنتش بحاول افلير العضلات، ما كنتش بحاول العب بوزني يخليني اتوجع، ولا اوصل لريبيتيشن اعلى من اللي انا متعود عليها، اعد اكتر عشان انا لا. هو كان كل الموضوع بس يعني جاست بلاد فلو، يعني انا بحاول ادخل دم لعضلاتي بس، يعني بامب مش اكتر.
بس مش عايز اتعب. في الحالة دي طبعا احنا عمالين ناكل كتير ومش بنعمل كارديو، محتاجين نزق الاكل ده، نقول له يروح فين اكتر حاجة، وهو ايه؟ العضلات. عشان نعمل كده محتاجين نعمل كذا حاجة، منها تمرين فنبامب، فعضلات تحتاج كارب فتسحبه، ومنها شرب ميه كتير، ومنها انه الميتابوليزم يفضل عالي ويفضل بيجوع، ونتاكد انه بيحرق ومش بناكل وجبه ورا وجبه بسرعه، لازم يجوع. ساعات كان صاحبي بقول له جعان يقول لي قشطه، اقول له لا استنى شويه نص ساعه وناكل، مع ان الوجبه كبيره جدا، بس عشان الوجبه كبيره جدا لازم اتاكد انه شبع جعان وبطنه فاضيه عشان يخش على اللي بعده. مع صهيب ما بنستعملش انسولين، عشان الناس اللي بتفكر في وزن التقيل والاكل الكتير ده لا، ما دام الميتابوليزم عالي وبيحرق وبيجوع وعضلاته لسه ما فولتش و it did not spill out، يعني ما بقاش بدأ يعبي ميه او يحبس ميه، يبقى انت ايه؟ في السيف سايد. عشان كده لازم تفضل شايف نفسك وحاسس. انا بشوف وهو بيقول لي، احنا الاثنين مع بعض، هو بيحس بالبامب وبيشوف نفسه يوميا، وانا برضو ليا نظره، بندردش شويه، ايه رايك؟ ايوه تمام، جعان لسه شويه، ايه هوب، ونقرر اليوم اللي بعده. بالنسبة لوجبة الفطار، مش عايز تقول لهم كنت بتاكل ايه؟ هي كانت احلى وجبه في اليوم يعني. ممكن بس بستنى الصبح يجي، ما انا بكره الصبح وما بحبش الشمس، بس عشان اكل الفطار ده يعني كنت باكل شويه سلمون صغيرين يعني. شوية بياكل طبق قد حياتك، قد مستقبلك. شوف مستقبلك قد ايه، كان بياكلوا سلمون الصبح. ليه؟ عشان متدغدغ ومحتاج بروتين وفات، وانا بحب اول وجبة في اليوم تبقى اوفر، مبالغ فيها، بالذات في ايام التحميل، عشان المكنة تشتغل فل والحرق يشتغل فل، اند كده كده هنتمرن فقريب، يعني بعد تاني او تالت وجبة. وكده كده لسه في يعني ما وصلناش للفولنس، لسه في ديبليشن، فيسمح لك ان انت تاكل اكتر يعني. ودي الوجبة الوحيدة اللي بيبقى فيها ميكس، بيبقى فيها حاجات كتير، وساعات بحط فيها ايه؟ سكر، يا عسل، يا فواكه. حلو. ليه؟ عشان بوم نبوست الميتابوليزم والانسولين. من تاني وجبة لاخر وجبة في اليوم احنا سوبر كلين، مفيش اي شوجر، مفيش اي حاجة غير رز، بطاطس، فراخ، سمك، ساعات قليل قوي لحمة. يبقى الوجبة الاولى اللي في اليوم بندخل فيها كل حاجة وتشكيلة رهيبة، وبيبقى فيها سكر. كان فيها ايه تاني يا صاحبي؟ يعني ما كنتش مصدق نفسي يعني اليوم اللي قبل الماتش واللي قبله كان فيها مافن. مافن، النهارده في مافن بارتي كلنا. بيج بريكفاست. دي كان المفاجآت بالنسبه لي ان انا هاكل مافن كيك في الوقت ده. لا كان دي حاجه تستحق الانجاز، تستحق ان انا انزل اتمرن كمان شويه يعني. كان بيبقى فيها لوز، كان بيبقى فيها عين جمل، كان غير السلمون، غير الشوفان، بيبقى فيها موستين، بيبقى فيها عسل، بيبقى فيها كورن فليكس. بيغششني لوز. قلنا لوز وعسل وعين جمل، ويعني هي وجبه بالنسبه لي بجد بتفوقني، بحس ان اليوم كوفي. وكفي طبعا فيها كوفي مع المافن. مافن. كانت وجبه بتفوقني، بتخليني ابدا يومي بشكل كويس، وببدا اتمرن، وبدات ان انا انزل واروح اتابع الماتش لما بدا، ويعني خلتني اعرف اتحرك، في حين ان انا وصلت هناك لا انا مجهد تعبان. فدي كانت برضو بالنسبه لي حاجه مختلفه، يعني من ضمن حاجات مختلفه كتير في التحميل او في الكارب اب في الماتش ده. كانت كل حاجه مختلفه، حتى القرارات كلها كانت مختلفه، احنا عمرنا ما عملنا كده. فممكن ده كان بالنسبه لي بتو ويز، يعني ده ممكن يكون ريسك شويه وممكن يكون حاجه مفيده، بس انا عشان بثق في ابن خالتي يعني عارف ان هو كده كده احنا اون تراك، فكان بالنسبه لي بعمل كل حاجه وانا راضي مطمن يعني. طيب تاني يوم اتمرنا بول، فبرضه كان نفس المبدأ ان احنا عايزين نبامب خفيف ونستريتش قوي، كان بيتشعلق على العقلة، كان كل حاجة بيلعبها اوفر ستريتشنج وما بيسكويسش قوي لمدة طويلة. كنا بنبامب بس، وبعديها عملنا بوزنج سيشن، اتبسطنا قوي، شفنا حاجة حلوة قوي، وبعدين شفنا انه بدأ يبقى فيه قليلا من الماء، وهنا بدأنا نقرر انه هنبدأ نسحب مية بالراحة. عملنا ده ازاي؟ فضلنا هاي ووتر. كنت تشرب قد ايه تقريبا في اليوم؟ بدأنا بالتدريج من 10، من 8 ل6. اخر الثلاث ايام قبل الماتش كنا بنشرب 3 لتر، وفي يعني فيهم يوم عدى ال3 لتر، وبعد كده وقفنا عند ال3 لتر.
لحد يوم قبل الماتش على طول. قبل الماتش شربنا لتر ونص تقريبا، كنت انا ماشي وراه كل شويه ابص له على الازازه وبتاع، يقول لي يا عم مش هشرب يا عم. سؤال ملتزم جدا كده كده، مش محتاج حد، بس ايه، انا سخيف بس رخم. انا لازم ابقى سخيف. بسطنا، كانت تحضيره حلوه جدا. عشان ما فيش كارديو، عشان في اكل كتير، كنا بنحاول دايما ننزل نمشي على الاقل ساعه او ساعتين في اليوم. كنا يا اما بننزل البطوله نتفرج نتصور مع الناس، نقف مع علي. علي معانا برضو علي كان بيلعب. علي برضو علي تقريبا كان جاهز، كان محتاج بس يكارب اب، يزيد شويه، ناشف 200% كان. فاحنا كنا في مينتيننج ستيج، يعني ما كناش ولا عايزين ننشف ولا نكبر ولا نصغر. هو كان حلو جاهز، بس كان محتاج اكل زياده، فحاولنا ناكله على قد ما نقدر. وعلي ما شاء الله يعني يحط له الاكل علي بياكل ومالكش اكتر دعوه. مني ما شاء الله، ما شاء الله صحيح. يعني. علي بجد بياكل اكتر مني. انا كنت قاعد قدامه هو بيكربب وانا بكربب، انا صعبان عليا نفسي يعني. هو لعيب كلاسيك فيزيك يعني، ماشي هو جميل وكل حاجه وما شاء الله كسب وعمل كل حاجه حلوه، وانا بحبه علي والله. بس لا ما شاء الله علي بياكل اكتر مني. يعني الناس لو هي متخيله ان الاكل بالحجم او بالناس اللي يعني بيبقى فيه في خيالها صوره، لا هي الصوره دي ملهاش اي علاقه بالواقع. والله علي بجد كان بيكربب اكتر مني وبياكل اسرع مني وسريع ما شاء الله يعني. يعني. هو في خلاطة اسمنت وهو بيحدف بس، هو يحدف والخلاطة تشتغل كده كده كده. فلما كانوا بياكلوا هما الاثنين، كان علي بيخلص اكله اسرع وبيجوع اسرع ومستعد ياكل الوجبه اللي بعديها اسرع. قللنا ميه 2 days اوت، وخدنا حاجه للميه. تاني يوم علي قال لي انا عمال كرامب، جالي كرامب في الهامسترينجز ووجعتني. فقلت له طيب، كان المفروض لي لتر ونص، قلت له ليك 2 لتر ونص ميه النهارده، ووقف اي حبوب ميه، لان الحبوب اللي بتنزل ميه يا اما بتنزل بوتاسيوم يا اما بتنزل صوديوم. لو حصل خلل هيبدا يحصل كرامبات، دي علامه جسمك بيكلمك بيقول لك في خلل. ما تبقاش حافظ مش فاهم. listen to your body، دايما اسمع جسمك بيقول لك ايه. هي دي ده اول طريق. اسمع، ما يبقاش جسمك تعبان ويقول لك ما تتمرنش، فانا متعود ان انا هلعب بال 60 كيلو لو بقوا 59 و900 جرام مش لاعب. لا listen to your body. انت النهارده ما نمتش كويس، انت النهارده كنت مضغوط في البيت، انت النهارده ما اكلتش كويس، ما شربتش ميه كويس. اسمع جسمك بيقول لك ايه، هو هيوجهك. لو انت النهارده في الفورمه هتتمرن جامد جدا. لو النهارده علي شايف ان هو سام بيساعده او بيسحب له الميه او بيطلعه باحسن شكل ليه على الستيج، فهو النهارده جسمه بعت له الارم، فهو جه للكوتش بتاعه. فهو لو ما انتبهش للالارم ده، الكوتش كده كده مش هيحس لك، يعني مش هيحس انت بيجيلك كرامب ولا لا. فانت لازم تكون سمعت جسمك قال لك ايه، هتترجمه مع الكوتش بتاعك. هيديك نصيحة، لو انت تعتبرها نصيحة هيديك توجيه، هيديك امر، فانت هتنفذه، هنا هتوصل. يوم خليناه يعرض، اتفرجنا عليه، لقيناه ناشف مفرتك جاهز 200%. في البوزنج قال لي انا عمال كرامب، قلت له دلوقتي يعني في البوزنج؟ قال لي لا انا صحيت من النوم مرتين بكرامب، والصبح كرامبيت ودلوقتي كرامبيت، فكده ايه 4 كرامب ومعانا الواحد 5 كده 5 5 كرامب. وخميسة، يبقى كده ايه الحق الموضوع. لحقنا الموضوع ازاي؟ قلت له وقف الحبوب بتاعت الميه، وزود لتر ميه، وزود اكل، وزود لي موز عشان البوتاسيوم، ودخل لي تشيت ميل قبل ما تنام. صح؟ كل تشيت ميل صح؟ كل ايه ساعتها؟ كان برجر برجر وفرايز. وفرايز. هو كان جابهم منين ساعتها مش فاكر، ولا هو كلهم وجاه؟ هو اكل بره في ماكدونالدز. ايوه. قلت له روح كل ليك برجر و2 فرايز. ليه؟ ببقى عايز صوديوم عالي، وموز عشان بوتاسيوم، وبطاطس عشان بوتاسيوم، لان هو عنده خلل في دي او دي. وكده كده هو ناشف جدا ومفرتك، فمش فارقه انه يشرب لتر ميه زياده وما ياخدش حبوب الميه. ولكن قبل ما ينام قلت له وقف ميه، فهو كده شرب ميه زياده، ما خدش حبايه الميه، بس قبل ما ينام وقف ميه، فشغلنا الموضوع ناتشورال شويه. كان بيشرب قهوه وبياخد فيتامين سي وحاجات مش هينفع اقولها، لحد ما صحينا تاني يوم يلا يا سوسو ايه علي هيلعب. رحنا يا باشا، اليوم ده كان اليوم اللي علي بيلعب فيه. اليوم ده كان ممتع لذيذ. سهيب دايما موده لطيف وبياكل فمبسوط وبيشرب.
وزي ما قلنا احنا قاعدين مريحين خالص في الفندق، طبعا مفيش شغل، فبننزل نتمشى شويه في البطوله. وقفنا مع علي وبعدين رجعنا ريحنا شويه، وبعدين تقريبا ما اتمرناش يعني. انت لعبت اليوم اللي بعده صح؟ انا لعبت اليوم بعد علي، ده كان اليوم ده كان راحه فاليوم ده تامة. راحه تامه، ما اتمرناش، عملنا بس بوزنج. بس هو بجد كان يوم حلو، بدايه من وصلنا من لما دخلنا المكان. مش يعني المكان حلو، التنظيم كان كويس لحد ما بشكل كبير. بعيدا عن التنظيم او الماتش، الناس نفسها كانت حلوه يعني. جدا. فايبس كانت حلوه، الناس فريندلي. دخلنا باك ستيج، كل الناس بترحب بتتصور، حابه الموضوع، بتتكلم معانا، اللي بيسأل على حاجه، اللي حابب يعرف حاجه. في ناس ما كانتش مصدقه انها شايفه سام اصلا في لبنان. الموضوع كان حلو باك ستيج. اتبسطت حتى قبل ما العب يعني. انا كنت نازل مركز في حاجتين. انا نازل مش اكيد مش هفضل قاعد في الروم بتاعتي، اكيد هنزل اتمشى واشوف ناس. غير ان انا عايز ادخل في فايبس الماتش، اشوف ستيج، اشوف اللعيبه، دي حاجه بتبقى فارقه معايا. غير طبعا اني نازل اشوف علاء وحبيب قلبي ابو حسين. نازل اقف معاه ان هو صاحبي، ولو محتاج حاجه اكيد هبقى حابب كلنا اسبورت. كنا تيم وسبورت كنا مع بعض. بنسبورت، فكان في كذا سبب يخليني انزل، بس يعني كان موتيفيتد ليا جدا ان انا هلعب تاني يوم، ودي حاجه فعلا ساعدتني ان انا ابقى كويس كمان تاني يوم. انا يوم الماتش ما بحبش اكل كتير. اليوم اللي قبل الماتش بحب تاكل يعني الماكسيمم اللي تقدر تاكله. واليوم اللي قبل الماتش يعني يومين قبل الماتش ويوم قبل الماتش، دول اكتر يومين يعني بحاول ااكل اللاعب على قد ما اقدر طول ما هو قادر وجعان وبطنه تمام والدايجيشن تمام والابيتايت تمام ميتابوليزم تمام، ودي اعلى اكل ممكن وقلل بروتين وقلل فات وزود كارب. اليوم اللي قبل الماتش ويوم الماتش بحب اهدي الدنيا سنه. فعلاوي بيجوع جدا، فقمت كنا بناكل انا وصايب فوق، قال علاوي اطلع لي كل وجبه. قال لي متاكد؟ انا خايف اطلع. قلت له لا غالبا مش هتطلع، لانه علاوي ايه كلاسيك يعني فاكيوم، يعني بطنه لازم تبقى فاضيه. طلع حطيت له مثلا 300 جرام رز و100 جرام فراخ. ببص لسهيب بقول له عايز ميه ولا 7 دايت، ببص لقيت علاوي ايه اكل خلص الطبق وبيعض في الشوكه والسكينه ولقينا ايد ايوب. يا دوب شدينا ايوب من بقه يعني يعني نام العفو. فعلاوي ما شاء الله يعني ابيتايت مليون، ودي حاجه حلوه انا بحبها يعني. بس علاوي بقى ما هو في حاجات حلوه وحاجات وحشه. علاوي بيزيد بصعوبه جدا. الماتش ده منزل علاوي 4 كيلو اتقل من الماتش اللي فات اللي هو من شهر ونص، في 6 ساعات، في 6 ايام، في 6 اسابيع، عشان خاطري. بنفس الديفينيشن. كانت حاجة يعني شبه مستحيلة، كانت صعبة جدا لأن هو بيزيد بصعوبة، وإنه يبقى بنفس الكونديشن زيادة 4 كيلو، ده إنجاز أنا مبسوط بيه جدا صراحة يعني. لا بس علاوي فرق الأربعة كيلو فرقوا. إن أنا متابع علي من شوية يعني، حتى من قبل الماتش اللي هو لعبه ده. الأربعة كيلو مع علي لا فرقوا يعني، خلوه في مكان تاني خالص. لا علي بقى متستف بمعنى صح بالأربعة كيلو، ولسه هو عنده أكتر، ولسه ميزانه يسمح له أكتر يعني. أنا ما شاء الله أول مرة أقعد مع لعيب كلاسيك هو جايب ميزانه تحت جدا وعايزين نأكله يعني. دايما كان صحيح. عندي اكزامبل تاني خالص في حد ما بيجيبش ميزانه خالص. قاضي يا عم، ايوه قاضي يا عم. حياتي قصة حياتي بنجيب قاضي ميزان كان قاضي. دايما يعني قاضي كان مشاكل، وكان بيتعب جدا. انا والله كان بيصعب عليا جدا من اللي بشوفه بيحصل فيه، وهو بجد بيستحمل وكل حاجه، بس لا حرام. فكان علي المطلوب ان انت تاكل اكتر وتكبر اكتر، وبدل الاربعة كيلو دول يا علي خليهم 7 مفيش مشكله. هتلحق. نزل علي عمل البوزنج روتين بتاعه، الناس اتبسطت جدا، تشجيع قوي، اتبسطنا جدا. انا في وجهة نظري المتواضع علي يعمل اول. ايه رأيك؟ علي يعمل اول، بس الماتشات هناك انا اكتشفت برضو ان هي ليها بعد تاني. فللابعاد التانية اللي كانت في لبنان او في الماتشات اللي بيبقى فيها النوع ده من اللي حصل او باللي يحصل، لا علي يعمل اول بفرق. مش والله مش عشان هو يعني صاحبنا او ان هو مثلا بيتمرن مع سام او الكلام ده خالص. لا علي، وممكن اي حد يدخل يشوف الماتش على اكيد موجود على النت او موجود على ما بيج. كله ما شايفين دلوقتي هما بيتفرجوا. لا هو علي يعمل اول بفرق، بس هو نصيبه انه عمل تاني. في وجهة نظرك ايه الحاجات اللي المفروض يتحكم عليها لاعب الكلاسيك؟
هو اي بي سي فاكيوم على الميزان. انت بتدخل توزن تعمل فاكيوم، انت بتفضل اطلع الميزان، ميزانك معطولك تمام، بتعمل الريزرفيشن، بتبقى خلاص سجلت عملت كل حاجه تمام. يبقى الفاكيوم من الاساسيات. رقم واحد اول ما بتدخل. اللي عمل اول على عالي بيعرف يعمل ما فاكيوم. بيعملش فاكيوم اصلا. فانت هنا عندك اكس، اول حاجه اكس اللعيب ما بيعملش فاكيوم، دخل ازاي اصلا الماتش وهو بقى كواليفايد؟ دي حاجه كانت بالنسبه لي ويرد. تاني حاجه طيب انت مقاييس التحكيم يعني بتبدا من جذعك طويل، عظمك نصك التحتاني اطول من نصك الفوقاني، دي حاجات برضو الناس ما بتبقاش واخده بالها منها. بس لما يبقى الاول لما يبقى كسبان وهو باين قوي ان هو من فوق قد كده ومن تحت قد كده، مش بعيب في خلقه ربنا، كلنا خلقه ربنا ودي حاجه محدش يتكلم فيها، بس احنا بنتكلم في مقاييس تحكيم. هنا يبقى ده برضو في مشكله، في حين ان علي، لا علي انا شايف ان هو لعيب كلاسيك متكامل، هيكبر وهينضج وهيعمل حاجه كويسه. تحت كلمة متكامل 39 خط. ليه؟ علي أنشف واحد على المسرح، بيبقى فيه definition very symmetrical، عنده كل حاجة مش ومريح ناقصه حاجة، العين، مريح انسيابي، شكله مريح. كلاسيكي قوي، كلاسيكي. بوزنج جميل. أرجع وأقول أنشف واحد على المسرح، عنده كل البوزات جميلة، ما عندوش عيوب، فاكيوم مهول. فأنا شايف إنه كان كامل متكامل. فإحنا اتبسطنا بالمستوى، وخد مركز تاني الفضة. مبروك علاوي حبيب قلبي أبو حسين. منها للأعلى إن شاء الله، لن نستسلم، هنكمل لحد ما ناخد أول وناخد كارت الاحتراف إن شاء الله. خلصنا علاوي، اتبسطنا، راح كال الأردن ورجع، عنده انتفاخ وبيموت، وايه بدأنا نستعد لسوسو. سهيب كان تاني يوم، صحينا تاني يوم، كلنا برضو الأردن كلها في الفطار، وبعد كده توجهنا ايه للأوضة، كلنا وجبتين كمان أو وجبة، ونزلنا تقريبا بوفيه كلنا وجبة، وبعدين رحنا الأثليتس ميتنج، صح؟ سهيب نام وأيوب نام وأنا نمت، وصحيت صدفة، هم قالوا لنا الساعة 4 صح؟ الساعة 4:30. أنا صحيت 4 ل10، بص يعني قلق، بس قلقت. أنا ما بحطش ألارم، يعني حياتي كلها بصحى كده من غير ألارم، لو ورايا حاجة بصحى، ما تعرفش ما تفهمش إزاي، اللاوعي والوعي والبتنجان وكده. صحيت كده ببص الساعة 4 ل10، ببص سهيب ميت، أيوب ميت، قوم هيروح علينا الماتش يا ابني. فيا دوب عبال ما قومته كانت الساعة 4، نزلنا 4:10 4:15، هوب ايه الناس بتسجل، الحق. هنا كان المحترفين، كنا في مكان في تسجيل المحترفين، كان في لعيبة كلاسيك، لعيبة فيزيك، و بودي بيلدينج. وان كاتيجوري هم كله بودي بيلدينج. بودي بيلدينج حطوه 1 كاتيجوري اكشلي، ما كانش في عدد فحطوا 1 كاتيجوري. بعدين طلعنا تاني صح؟ طلعنا تاني، كلنا تاني، كملت نوم تاني. كمل نوم تاني، نزلنا. حصل بقى هنا ايه قليلا من التوتر. نزلنا لقينا اللون الرش خلص، فقال لك مش عارف اقطع ادفع هنا واعمل كذا وسوي كذا، وبعدين ايه هيجي ازازة لون للمحترفين، بس هي صغيرة، فايه حاول تدهن بدري. فطبعا انا مش هجازف، سهيب اصلا ابيض قوي، فمش هينفع ما يترشش، ما ينفعش، مستحيل، لازم ياخد لون ولون كويس كمان. فنزلنا بدري عشان ندهن، دهنا. طيب لا دول لسه هيوزعوا جوائز واوفرول، وطلع في فرق دول عملت شوز استعراضات وكده بياخدوا جوائز، فايه لسه ساعتين بعدين المحترفين يبدأوا. طب سهيب دهن وفنش وخد اللمعة وظبط كل حاجة، ناقص على التركيب بس. ناقص يطلع المسرح. 3 ساعات ونص سهيب واقف مش عايز ينام، عشان ايه؟ اللون ما يبوظش، واللون خلص. مفيش لون خلاص، يعني هو انا واقف ما قداميش غير اوبشن واحد بس في الحياة. اكبر غلطة عملناها وتعلمنا منها ومش هتحصل تاني. هي غلطة مع ظروف، ان مفيش حاجة اسمها ان انا يعني في لعيبه برو او بغض النظر، يعني في كاتيجوري كامل ماتش تاني هيتلعب وهو يعتبر الماتش الاهم في البطوله،
انت بتشيل التانج روم، بتشيل كل حاجه وبتمشي. فانت سبت يعني، انا لو قعدت او اتلمست او حد خبطني وانا واقف غصب عني هطلع الستيج مش احسن حاجه من قبل ما العب اصلا. طب ما انت النهارده وقفتني 3 ساعات ونص على رجلي اللي انا المفروض اطلع اعرضها. اللي يفهم كمان اجسام او اللي ما يفهمش عارف ان دي حاجه مجهده، مفيش بني ادم طبيعي. انا لو خدمه في الجيش مش هقفهم متواصل كده. فانت اللي يعني اقف 3 ساعات ونص دي كانت من اسباب اللي تعبتني الماتش ده. وفضلنا نفكر شويه بعد الماتش يعني لما خلاص خلصنا، انت ايه اللي حصل؟ سهيب من فوق كان حاجة ومن تحت حاجة تانية، الصبح حاجة تالتة. فايه اللي حصل؟ قعدنا نفكر، لقينا انه الوقفة كتير معروفة بودي بيلدينج قبل المسرح انت بتنام على ظهرك وبترفع رجليك لفوق. احنا عملنا العكس تماما. ليه؟ لان كل شوية يقول لنا خلاص ربع ساعة ويطلع، فربع ساعة دي يعني نص ساعة ويطلع، فنص ساعة دي يعني ربع ساعة 10 دقايق وهيبدأ يسخن. لا ده في كاتيجوري تاني هيتكرم. لا ده في خناقة كبيرة بره وضرب نار وجيش ورشاش وطلق ناري انتحاري قد خلا راجع دنيا قدام. فلقينا ان الموضوع ايه؟ طول اكتر. طب يا سهيب اقعد، قال لي اللون هيبوظ. طب ماشي انت تمام. طب خد لك علبة برينجلز بالملح. طيب يلا هنجهز. بدأنا تسخين اخيرا. بدأ يفور، بدأ يكبر، بس ايه؟ تعب من الوقفة دي. اكتر حاجة انا زعلان عليها واكتر حاجة يمكن جابتنا ورا الماتش ده، انه فضل واقف 3 ساعات ونص 4 ساعات. ده بجد انا مش ببالغ، ده بجد. وكان واقف 3 ساعات بلس، واقف ما بيعملش اي حاجة، بس واقف. ناس تيجي تصور معاه وتمشي واقف. بيج ميستيك، اوعى تعمل كده. حملنا بايه قبل الماتش؟ انا بحمل كلين حلو، بس بعمل ايه قبل على حسب برضو مين وكده. سهيب كبير يا جماعه، لازم تفهموا الوزن التقيل غير. فشربنا كان كامله بيبسي دايت مش شوجر، وكلنا شيبسي برينجلز بالملح، علبه او 2 كمان تقريبا، بس صغيرين يعني. فانت يعني مثلا ماشي. وبدأنا نسخن. بدأ يفور. حلو. بس الرجلين غيمت سنة. ده كله من الإجهاد من الوقفة كتير. تاني حاجة اكتشفناها، أنا عارف وسهيب عارف إن هو سهيب بيصحى الصبح مخيف. طب إزاي أخليه يلعب الصبح؟ يبقى الماتش هو الصبح بتاعه. يعني إيه؟ يعني من هنا ورايح إحنا مسافرين إن شاء الله ماتش كمان أسبوعين من تصوير الحلقة دي، قبل ما دي تنزل يكون لعب وكسب وتأهل ورجع خلف عيال واتجوز. ليه؟ عشان الماركتينج تيم عندنا اقوى يعني ماركتنج في مصر. عندك حسين، عندك جنة، عندك مينا. فلو حد حب يزعل او يشتم او يتضايق يعني اديكوا عرفتوا مين السبب. فقررنا انه سهيب يصحى يطلع على المسرح يلعب. هنعمل ده ازاي؟ والله الماتش الساعة 6 المغرب يا باشا، انت نايم لحد الساعة 4 ماليش فيه، هنديك منوم. هو اصلا مش محتاج حاجة. هو يعني سهيب بيشتغل واقف على رجله طول اليوم، بيعمل ساعة فاست كارديو وبيتمرن تمرينة جحيم بالليل وبيشتغل وبيتخانق مع صاحبته، يعني مجهود يعني حاجة فاهم. وينزل ما اقولكش. فآخر اسبوع ده وهو بياكل اخر كام يوم اصلا بيبقى ميت. بس بحبها انا عشان مش هينفع. كذب يقعد يشتم لا بهزر. فبيبقى مرهق وتعبان جدا، فبياكل وينام ويريح. فمن هنا ورايح مفيش ستريس يوم الماتش. انت هتصحى في تسجيل في ميزان تمام، ارجع نام تاني. اخر واحد تدهن يا اخي ان شاء الله عنك ما دهنت، نجيب دهان معانا احتياط. بقول لك احنا نجيب دهان معانا بروتين ودهنك في البيت. والماتش امتى؟ كلمني قبل ما ينزل بربع ساعه. تنزل يا باشا بكنزايه البيبسي والشيبسي وتتسخن وتطلع المسرح. فدي نقط كتير لازم نتعلمها، وتريكات كتير بتحصل قبل البطولات بنتعلم منها. ما هي دي الفكره، هي مش ABC ورقه وقلم وخلاص. لا، انت اتحطيت في موقف، وقفت كتير، اتعلم ما تقفش كتير. عطشت جدا على المسرح جالك كرامبات، يبقى تشرب وما تاخدش حبوب للميه يوم الماتش. حسيت انه مش بامب انف، يبقى انت محتاج تحمل كارب ايام اكتر. فاهم؟ فلازم تقعد تتعلم. اللون الغامق مش حلو عليك، اللون الفاتح حلو عليك. لما تحط نقطة زيت لما تخلص حلو عليك، لا نقطة زيت بتخليك مغيم. كل ده عشان الحكم ما يستبعدكش. كل دي نقط لازم تحطها وتتعلم منها. طلع سهيب على المسرح هوب طرخ. كان معاه واحد الصراحة يعني أنا شايف إنه يعني ممكن يكسب مستر أولمبيا. ما شاء الله ما فيهوش غلطة، قنبلة. ما اعرفش جاي من روسيا ده ولا جاي منين. كان روسي، وكان هو اكبر مني شويه في السن. انا اتكلمت معاه بعد الماتش،
اللي هو فيه طبيعي لعمره بتمرينه، هو واضح ان هو ملتزم جدا وبيحب اللعبة جدا. فعمر عضلاته بتكوين الالياف العضلية بالكثافة العضلية كان يكسب. انا متصالح مع نفسي بس انا كان عندي ايشو او مشكلة مع المركز التاني. شوية يعني هو كان شويه تحسه اوف سيزون، ممكن تحسه ناشف شويه، بس ناشف من مكان ومكان لا، فكان الموضوع مش احسن حاجه. بس في الاول وفي الاخر الحمد لله يعني. كان عندي برضو من الحاجات الكويسه ان انا لعبت مع الروسي ده، انا مع مش فاكر اسمه يعني، اسمه غريب شويه. كان اكسبيرينس كويسه ان انا شفت حد، وشفت فيه ان هو برضو حد مجتهد جدا. دي كانت برضو حاجه حبيتها فيه يعني. هو برضو عانى من حتة الوقفة، بس هو دهن بعد سهيب فوقف أقل من سهيب. ده كان قنبلة الصراحة. البني آدم ده أنا بحب العضلات، أنا فان لبودي بيلدينج يعني. الراجل جامد وبيعرف يبوز حلو. سهيب عمل مركز ثالث، أنا شايف إنه برضو كان يعمل مركز تاني، بس فكده. كده كده عمرنا الحمد لله ما بنطلع بره التوب 3 ولا في الهواة ولا في المحترفين، فدي حاجة حلوة قوي. ان شاء الله ربنا يسهل، هنشوف الماتش الجاي. المهم ان احنا نبقى احسن من احنا المرة اللي فاتت، مش فارقة مركز، بس الحمد لله احنا دايما توب 6 وتوب 3 كمان. ف we are doing it right. بنتعلم. طول ما انت بتتعلم تمام. بتعمل نفس الغلطة every time يبقى انت مش تمام. فلو في مرة مثلا لقينا انه فول زيادة يبقى نقلل. لقينا يعني في مرة مثلا ماتش افريقيا تقريبا، حاولنا نوصل لأعلى عدد كالوريز كلين، واكتشفنا انه لينا ليميت مش هنعرف نعديه. اما المرة دي لا، كنا يعني عرفنا يعني المرة دي عرفنا ناكل اكتر، والفطار كان بيبقى فيه كالوريز اعلى من بقية الوجبات، وكان الموضوع ماشي حلو وتمام وما ضايقناش في اي حاجه. والصراحه يعني احنا كنا تيم حلو قوي، دي نقطه مهمه جدا. كنا كلنا اصحاب وبنحب بعض ومبسوطين في الاوضه وبره الاوضه، وبنخرج ونتفسح في لبنان النص. بقى. لبنان. وقفنا مع علي يوم الماتش بتاعه، وعلي وقف مع سهيب في الدهان. علي صدمني والله بجد يعني. انا اول مره اشوف علي، يعني اول مره نشوف بعض، بس نعرف بعض من خلال سام. انا عارف ان يعني علي قريب لسام شويه. انا قلت له علي جدع راجل، اوكي حكالي عنه. دخله معانا التيم بتاعنا، وهم فعلا جربوا وشافوا ده. شفت علي، قعدت معاه اول يوم لما وصلت. تاني يوم هو راجل عراقي وانا مصري، ليه طباعه وليه طباعي، بس بيجمعنا الخير في الاول وفي الاخر. وهو شخص لطيف ومؤدب ومهذب وكل حاجه. بس الصدمه جت ان علي بجد، علي دهني بايده. علي فضل واقف معايا طول ما انا بدهن. علي شويه لو في يعني سوري دبانه وقفت على وشي، هو علي هيشيلها لي. علي لو انا بفكر في البيبسي فهو راح جابه. لو انا علي بجد كان هيلبفول بشكل ما حصلش. علي عمل لي كل حاجه، ودي كانت بالنسبه لي شكرا. شكرا بجد يا علي انك عملت كده. وانا ما كنتش مش متوقع. انت متوقع منك كل حاجه حلوه اكيد، بس مش متخيل انت هتعمل كده من اول ما اشوفك اول مره يعني. بجد شكرا ليك يعني. طبعا وي هاد فن صراحه، اتبسطنا يعني. اوفر اول انا بحب لبنان قوي، وشعب وانا لبنان كمان. جدا، وبنات لبنان جدا. مش انا كمان، او دي انا كمان مش كرتها عارف. كرتها، انا رجعت لصاحبتي. بس عادي، الجمال مش عيب ولا ايه؟ مش ان الله غلط؟ جميل يحب الجمال. صح. انا شايف نقفل الحلقه على كده قبل ما انا وانت نبقى سنجل. خلاص اتطلقنا. طيب كده. معاك وسام سموي. حبتين.